بيبدأ الفيلم بطفل اسمه هنري عنده 12 سنة وبيكون مستني باص المدرسة مع اخوه الصغير بيتر، واول ما بيركبوا الباص بيتنمر كل الاطفال على بيتر علشان نظره ضعيف وكمان بيوقعوه على الارض. ولما بيوصلوا المدرسة هنري بيكون عنده حصة انجليزي وبتطلب المدرسة من كل طالب ان هو يطلع يتكلم عن طموحه في الحياة. فلما بيجي الدور على هنري بيقول لزمايله ان ممكن طموحاته تكون بسيطة ولكن كل اللي بيتمناه هو انه يقدر يتحمل المسؤولية ويخلي باله من والدته سوزان واخوه الصغير بيتر، لان هما بالنسبة له كل حياته ما يقدرش يعيش من غيرهم. ولما بيخلص اليوم الدراسي بيقف بيتر قدام المدرسة علشان يستنى مامته سوزان، وبيتصل هنري على مدير شركة مستحضرات تجميل وبيشتري اسهم في الشركة لمامته علشان يستثمر فلوسها في البورصة. وبيكون مدير الشركة منبهر بذكائه، خصوصا ان هو طفل عنده 12 سنة ومتابع كل اسهم البورصة بشكل دقيق جدا. وبعدها بتيجي سوزان علشان ترجعهم البيت، وبيكون هنري مخبي عليها موضوع الاسهم ده علشان هي ما تصرفش الارباح وتلعب بيهم قمار زي ما بتعمل كل سنة. واول ما بيوصلوا للبيت بيروح لبيت صغير في الغابة بيعمل فيه كل الاختراعات بتاعته، وبيوري البيتر اخر اختراع عمله واللي بيكون جهاز صغير بيحط الكريمة على الفطير. وعلى الرغم من ان هنري مجرد طفل صغير الا انه بيعتبر نفسه مسؤول عن عيلته وبيقعد يحسب كل الفواتير ومصاريف الشهر بتاعت البيت. في الوقت ده بتكون سوزان مامته قاعدة بتلعب فيديو جيم، ولما بتخلص بتحكي له قصة ألفتها له هو وبيتر، فبينبهر بالقصة وبيطلب منها تسيب شغلها في محل الدونتس وتتفرغ لكتابة القصص. فبتتجاهل كلامه وبتقول له ان هي ترجع اوضتها علشان عندها شغل الصبح. وقبل ما بتمشي بتشوف ميدالية على مكتبه وبتعرف انه كسبها في مسابقة الاختراعات في المدرسة. وتاني يوم بتعمل سوزي لولادها الفطار علشان توديهم المدرسة، فبينادي عليها جارها جرين وبيقول لها تنظف الجنينة بتاعتها لان ورق الشجر بيطير عنده. فبتعتذر له سوزان وبتقول له ان هي هتنظف الجنينة لما ترجع من الشغل، وبتسلم على كريستينا بنت مراته اللي توفت، وبنعرف ان هي زميلة هنري في المدرسة ومعاه في نفس الفصل. فبترجع سوزان البيت علشان تودي ولادها المدرسة، وبتقول لهنري ان كريستينا بنت كويسة جدا ولكن حظها في الدنيا وحش لان مامتها ماتت وملهاش حد يهتم بيها للاسف. وبعدها بتروح الشغل في محل الدونات وبيسألها صاحب المحل عاوزة تاخد المرتب كاش ولا يحطه لها في البنك، فبتقول له ان هي تسأل ابنها هنري الاول لان هو المسؤول عن الحسابات ومصاريف البيت. وطبعا بيستغرب كلامها ده لان ابنها مجرد طفل عنده 12 سنة. في الوقت ده بيكون هنري قاعد بيلعب في المدرسة بتاعته، وبيجي اخوه بيتر وبيشتكي له من واحد زميله ضربه واخد منه الميدالية بتاعته، فبيروح معاه علشان يرجع له الميدالية. وهو في طريقه بيشوف كريستينا متضايقة وقاعدة لوحدها، فبيتجاهل بيتر وبيروح يطمن عليها وبيسألها اذا كانت كويسة. وفجأة بيسمع صوت بيتر وهو بيصرخ وبيلاقي زمايله بيضربوه وكسروا له الميدالية بتاعته، فبيروح بسرعة علشان يلحقه وبيهدد زمايله ان هو هيضربهم لو لمسوه مرة تانية. ولما بيرجعوا للبيت بيكون بيتر متضايق منه علشان سابه يتضرب وراح يتكلم مع كريستينا، فبيحاول هنري يصالحه وبيلبس الخوذة بتاعته وبيمثل قدامه كأنه طالع جبل وهو بيواجه عاصفة ثلجية، وكل ده علشان يخليه يضحك. وبعدها بتيجي والدته سوزان ومعاها صاحبتها شيلا وبيسهروا مع بعض في البيت طول الليل. فبتقول سوزان ان هي واجهت مشاكل كتير جدا من ساعة ما جوزها مات، ولكن ربنا انعم عليها بابنها هنري لانه هو طفل ناضج وطول الوقت بيهتم بيها هي وبيتر. في الوقت ده بيكون هنري نايم في اوضته وبيصحى بسبب صداع في دماغه، فبياخد حباية مسكن وبيقف في الشباك علشان يشم هوا. وبالصدفة بيشوف زميلته كريستينا وهي قاعدة لوحدها في اوضتها، وفجأة بيجي جوز مامتها بيعتدي عليها وبيغتصبها. وتاني يوم هنري بيصحى وهو متضايق ومش مستوعب اللي شافه، وبيقول لسوزان انهم لازم يمشوا دلوقتي علشان عنده امتحان في المدرسة. فبتاخدهم سوزان علشان تركبهم العربية، وبتشوف كريستينا وهي قاعدة لوحدها قدام البيت، فبتعرض عليها ان هي تركب معاهم علشان توصلها للمدرسة. ولما بيوصلوا بيلاحظ هنري ان كريستينا قاعدة ساكتة وبتكون متضايقة بسبب ان جرين جوز مامتها بيعتدي عليها، فبيتعصب وبيروح لمديرة المدرسة وبيحكي لها اللي حصل مع كريستينا وبيطلب منها تبلغ الشرطة عن جرين علشان يحققوا معاه ويقبضوا عليه. فبتقول له ان للاسف جرين مفوض في الشرطة وليه سلطة في البلد، وللاسف مش هتقدر تعمل له حاجة طالما مش معاها اي دليل ضده. وبينتهي اليوم الدراسي وبتيجي سوزان وبتاخده هو واخوه بيتر وبيروحوا السوبر ماركت علشان يشتروا طلبات البيت. وهناك بيشوف هنري واحد بيضرب بنته وبيقرر يروح يساعدها ويدافع عنها، ولكن سوزان بتمنعه وبتقول له ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش تاني علشان ما يحصلوش مشاكل. ولكنه اول ما بيرجع البيت بيتصل بخدمة رعاية الطفل وبيقول لهم ان جاره جرين بيعتدي على صاحبته كريستينا كل يوم، وبيطلب منهم يقبضوا عليه في اسرع وقت وكمان يتابعوا حالة كريستينا لانه واضح عليها ان هي متحطمة تماما بسبب اللي حصل لها. وبعدها بيروح يساعد سوزان وبينقل الطلبات من العربية. فبتيجي كريستينا وبتديله ميدالية كسبتها في مسابقة الباليه وبتطلب منه يديها لبيتر بدل الميدالية اللي زمايله كسروها له. فبتيجي سوزان وبتسلم عليها وبتقول لجرين ان في مسابقة مواهب في المدرسة كمان شهر وهتاخد كريستينا علشان توصلها للمسابقة. وبعد شوية بيراقب هنري بيت كريستين وبيلاقي مسؤول من خدمة رعاية الطفل جاي يتكلم مع جرين وبيقول له ان في حد بلغ عنه وقال ان هو بيعتدي على كريستينا بشكل متواصل. وبيلاحظ هنري ان المسؤول ما عملش
اي حاجه لجرين، ولما بيراجع اسماء المسؤولين في خدمه الرعايه بيتفاجئ ان ده ابن عم جرين، وبالتالي مش هيحقق معاه ولا هيقبض عليه. فبيقرر هنري ان هو هينقذ كريستينا بنفسه من غير ما يطلب مساعده من حد. فبيروح يشتري كتب للتحقيق عن جرائم القتل، وبعدها بيروح محل للاسلحه وبيكتب في دفتر الملاحظات اسعار الاسلحه، وبيكون واضح من اللي بيعمله ان هو عاوز يقتل جرين. ولكن فجاه بيحس بصداع رهيب وبيضطر يرجع للبيت علشان ياخد المسكن. ولما بيجي الليل بتصحى سوزان على صوت صراخ بيتر، واول ما بتروح له بتلاقي هنري واقع على الارض وبيترعش وعنده نوبه صرع. فبتنقله للمستشفى بسرعه علشان يتعالج. ولما بيفوق بيجي ديفيد دكتور المخ والاعصاب وبيساله اذا كان بيجيله صداع دايم ولا لا. فبيقول له هنري ان هو بيحس بالصداع بقاله 4 شهور. وبتتفاجئ سوزان بالموضوع ده لان هو كان مخبي عليها وما كانش بيشتكي ابدا. فبعدها بيراجع ديفيد الاشعه بتاعته وبيكتشف ان هو عنده ورم في المخ وان هو لازم يعمل عمليه في اسرع وقت. فبيطلب الدكتور من سوزان تمضي على ورقه الموافقه علشان يعمل عمليه فورا. وفجاه بيلاقوا هنري بيرتعش وبتجيله نوبه الصرع مره تانية. فبينقلوا لاوضه العمليات علشان يستأصلوا الورم اللي في مخه. وبعد العمليه بيفوق هنري وبيتكلم مع الدكتور ديفيد وبيقول له ان هو حاول يشيل الورم ولكن للاسف الورم انتشر في مخه كله وان هو فاضل له اقل من شهر وهيموت. فبتنهار والدته لما بتسمع كده. فبيطلب منها هنري تطلع من الاوضه علشان يفكر هيعمل ايه في الفتره اللي باقيه له من حياته. وعلى عكس المتوقع بيكون ثباته الانفعالي عالي ومتقبل فكره ان هو هيموت. وبعد تفكير بيقرر يستغل الوقت اللي باقي في حياته ويساعد عيلته على قد ما يقدر. فبيكتب ملاحظات في الدفتر بتاعه علشان سوزان تقراها لما يموت. ومع الوقت بتبدا العيله تكتئب بسبب حالته. وبيحاول اخوه الصغير بيتر ان هو يقضي معاه اطول وقت ممكن وبيقعد يلعب معاه. فبيطلب منه هنري يروح يشتري له ايس كريم من السوبر ماركت. واول ما بيمشي بيتكلم مع مامته وبيطلب منها تجيب له كل فواتير البيت علشان يراجعها زي ما كان بيعمل. فبتتاثر سوزان بسبب ان هو شايل المسؤوليه وبيفكر فيها حتى وهو تعبان. فبتخرج من الاوضه علشان ما تعيطش قدامه وبتكون برضو مش مستوعبه فكره ان هو هيموت ويسيبها. وبعدها بيرجع بيتر وبيتكلم مع هنري وبيوصيه يخلي باله من مامته ويديها دفتر الملاحظات بتاعه بعد ما يموت. فبيعيط بيتر وبيقول له ان هو مش عاوزه يموت لان هو بيحبه ومش هيقدر يعيش من غيره. وتاني يوم بترجع سوزان البيت علشان تجيب الفواتير زي ما هنري طلب منها. ولما بتديها له بيحاول يعلمها ازاي توفر مصاريف الشهر وتستثمر فلوسها في البورصه. فبتنفعل عليه وبتقول له ان هي مش عاوزه تتعلم حاجه ومش عاوزه غير ان هي تفضل جنبه. وبعدها بتهدى وبتاخده في حضنها وبتقول له ان هو طول عمره مهتم بيها ومش عارفه هتكمل حياتها ازاي من غيره. وبتمر الايام بعد كده وفي يوم بيصحى هنري بسبب الصداع وبيروح ناحيه الشباك علشان عاوز يفتحه ويشوف السما. فبتلحقه سوزان وبتحاول تساعده ولكن للاسف بيموت. وبتعدي فترة بعد كده وبيكتئب بيتر وبيقعد لوحده في المدرسة. وبتيجي كريستينا وبتاخده علشان ترجعه للبيت. وبتكون سوزان مكتئبة هي كمان ومش عارفة تتخطى حزنها على هنري. وتاني يوم بيرجع بيتر من المدرسة وبيلاقيها بتعمل أكل في المطبخ وبتحاول تمثل قدامه إن هي كويسة وإن هي خلاص نسيت موت هنري. فبيحاول يتكلم معاها وبيقول لها إن اللي هي بتعمله ده مش هينسيها اللي حصل والحل الوحيد إن هي تعيط وتخرج كل الحزن اللي جواها. وبعدها بتسمع سوزان جرس الباب فبتروح علشان تفتح وبتتفاجئ إن الدكتور ديفيد جاي علشان يطمن عليها هي وبيتر. ولما بيدخل البيت بيتكلم مع بيتر وبيقول له ان هو حاسس بيه وعارف ان قلبه موجوع على اخوه وبيديله الكارت بتاعه علشان يتصل بيه لو احتاج اي حاجه وبيسيبه وبيمشي. وبعد مرور اسبوع بترجع سوزان الشغل علشان تحاول تتخطى حزنها وبيقول لها المدير بتاعها ان هنري بعت له جواب قبل ما يموت ووصاه ان هو يرفدها من الشغل لان هو عاوزها ترتاح وتكتب قصص. وبيفاجئها ان هو قدر يستثمر فلوسها في البورصه وقدر يجمع لها مبلغ $700,000 وحطهم في حسابها في البنك. في نفس الوقت ده بيرجع بيتر البيت وبيشوف دفتر الملاحظات بتاع هنري وبيفتكر ان هنري وصاه ان هو يسلمه لسوزان مامته لما يموت. فبيتصدم اول ما بيقرا الدفتر وبيروح لمامته بسرعه وبيقول لها ان هنري كان عاوز يقتل جرين علشان هو بيعتدي على كريستينا. وبيعرفها ان هنري قبل ما يموت قال له يوصل لها الدفتر ده علشان تقراه وتنفذ الكلام اللي فيه. فبتقرا سوزان الدفتر وبتلاقيه كاتب ان جرين بيعتدي على كريستينا باستمرار وان هو حاول يساعدها بكل الطرق ولكن من غير اي فايده لان جرين مفوض في الشرطه ومعاه سلطه ومحدش عارف يحقق معاه بخصوص كريستينا. علشان كده هنري عمل خطه محكمه وقرر ان هو يقتله. فبيقول بيتر لوالدته ان هم لازم ينفذوا الوصيه بتاعته ويقتلوا جرين لان هو شايف ان هنري ما بياخدش قرار الا لما يكون صح. فسوزان بترفض الموضوع طبعا وبتتصل على ضابط شرطه بتحكي له كل حاجه. ولما بتروح مركز الشرطه بتلاقي الضابط واقف بيتكلم مع جرين وبتفهم ان هي مش هتقدر تحبسه وده نفس الكلام اللي هنري كان كاتبه. فبترجع البيت وبتفتح دفتر الملاحظات تاني وبتلاقي هنري كاتب
شايف في صفحة ان هو شايل حاجة مهمة في الخزنة بتاعته. فبتروح سوزان تفتح الخزنة وبتلاقي شريط كان مسجله وبيقول لها فيه ان هو خطط لقتل جرين لان مفيش حل تاني غير ده، وبيطلب منها تنفذ كل كلامه علشان يقدروا يساعدوا كريستينا لانه ما ينفعش يسيبوها لان هي بنت يتيمة وملهاش حد غيرهم. وتاني يوم بتخرج سوزان من البيت وبتسمع تسجيل هنري وهي ماشية، واول حاجة بيطلبها منها ان هي تسحب 10,000 دولار من اقرب ماكينة ATM، وبعدها بيطلب منها تروح محل الاسلحة اللي كان بيروحوا علشان يعرف الاسعار هناك، وبيطلب منها تشتري قناصة. وبالفعل سوزان بتنفذ كل كلامه بالحرف وبتروح تتدرب على القناصة علشان تقتل جرين، وبتكون منبهرة بذكاء هنري علشان خطط لكل ده بدقة متناهية. وبعد شوية بتشوف جرين وهو بينظف الجنينة بتاعته، فبتروح تتكلم معاه وبتقوله ان هي محتاجة رأيه في موضوع مهم، فبياخدها البيت عنده علشان يتكلموا. فبتقوله ان هي عايزة تدور على شخص كويس علشان يكون واصي على ابنها بيتر في حالة لو ماتت او حصل لها حاجة، فبيقترح عليها ان هي تشوف ملجأ ايتام او تشوف عيلة ما بتخلفش. فبعدها بتغير سوزان الموضوع وبتقوله ان هي هتوصل كريستينا لمسابقة المواهب اللي هتتعمل في المدرسة بكرة، وبتعرفه ان كريستينا مشتركة في المسابقة وان هو لازم يمضي على اذن علشان تقدر تقدم في العرض بتاعها. فبيقتنع جرين بكلامها وبيمضي لها على الورقة، ولما بترجع البيت بتحاول تقلد امضته، وبنكتشف ان كل ده كان من تخطيط هنري وانها تزور امضته على عقد الوصاية وتكون هي المسؤولة عن كريستينا بعد ما تموته. فبيجي بيتر وبيسألها صحي ليه لحد دلوقتي، خصوصا انها متعودة تنام بدري. فسوزان طبعا ما بترضاش تقوله هي بتعمل ايه، وبتاخده لأوضته علشان تنيمه، وبيعرفها ان هو اشترك في مسابقة المواهب بتاعة المدرسة وهيقدم فيها عرض سحري. تاني يوم بتسمع سوزان باقي الخطة بتاعة هنري وبتقرر انها تقتل جرين وتتخلص منه، فبتروح تجهز نفسها لمسابقة المواهب وبتاخد بيتر وكريستينا علشان يروحوا المسابقة. ولما بيوصلوا بتقابل دكتور ديفيد اللي كان مسؤول عن علاج هنري، وبيقول لها ان بيتر اتصل بيه علشان يتفرج عليه في المسابقة. ولما بتبدأ المسابقة بتظبط الساعة بتاعتها على وقت العرض بتاع بيتر، وبترجع البيت بسرعة وبتاخد القناصة علشان تقتل جرين، وبنكتشف ان هي عامله له فخ وحاطه جهاز تسجيل بيعمل صوت صفارة علشان تستدرجه ويخرج من البيت. وبالفعل بيخرج جرين من البيت وبيقع في الفخ بتاعها، وفعلا اول ما بيخرج بتقتله وبتخرج من البيت بسرعة علشان تروح المسابقة. بتروح سوزان جسر فوق النهر وبترمي السلاح اللي معاها علشان ما تتورطش في اي مشاكل مع الشرطة. وفي الوقت ده بيتر بيأدي العرض بتاعه في المسابقة، وهو بيقول للجمهور ان هو هيعمل خدعة سحرية وهيرجع اخوه هنري للحياة مرة تانية. فبيفتح صندوق صغير وبيطلع منه تلج، وبينبهر الجمهور بالعرض بتاعه. وبنعرف ان بيتر عمل الخدعة دي بالذات لان هنري هو اللي علمها له. وبتوصل سوزان اخيرا وبتكون فخورة بيه علشان الناس عجبها العرض بتاعه. وبعد مرور اسبوع بتقدر سوزان تتبنى كريستينا وبتحكم المحكمة بحضانتها ليها، واخيرا بتقدر تتخطى حزنها على ابنها هنري وبتقرر تنفذ وصيته وتكتب قصص للاطفال زي ما كان هو عاوز. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين.